هقولك على حاجه اختراع، حاجه في البطرمان ده هنعملها بجد هتغنيكي عن حاجات كتير قوي وهتقف معاك في الازمات. بجد حاجه اختراع تستاهل مليون جنيه ومحدش قالك عليها قبل كده. يلا بينا نعملها بجد، مش هتتوقعي النتيجه. هتجيبي بطرمان صغير او كبير براحتك، اي كميه هتحبيها. هنجيب طبق صغير زي كده، هنحط فيه ايه بقى يا ست الكل؟ بصي بقى، هنحط فيه معلقه بابريكا، معلقه توم باودر، معلقه بصل باودر، وكمان معلقه كمون، وكمان فلفل اسود. بصي اي كميه بتحبيها، وملح طبعا، وفلفل اسود زي ما احنا قلنا. تمام، يبقى احنا قلنا حطينا ايه بالظبط بقى يا بنات؟ حطينا توم باودر، بصل باودر، وملح، وكمون، وكزبره، وبابريكا. تمام كده، اي توابل تحبيها، بس طبعا ما بنحطش بهارات ولا اي حاجه. احنا بنحط البهارات الاساسيه يا بنات. البهارات الاساسيه دي هتعمل معانا خلطه تحفه جدا جدا في وقت ازمه. مثلا ما عندكيش مثلا نوع معين من التوابل، ما عندكيش اي توابل، خلصت عندك، البطرمان ده بجد كنز. بتحطي منه على اي اكل بتحطيه، او اي اكل انت عاملاه بتحطي منه، بيطلع تحفه، بيطلع جنان. ده يا جماعه البطرمان ده بجد معجزه. بتحطي منه في اي اكل انت عاملاه، حتى لو انت عامله بطاطس، عامله اي اكل، اي نوع اكل، تقومي حاطه منه معلقه كده، بيغير نوع الاكل جدا وبيغير طعم الاكل، بيوديه في حته تانية خالص. بجد اختراع، ما تقوليش لحد عليه بقى. وده من اختراعي، من افتكاسات لوكا، وبجد هيطلع تحفه جنان. اول مره هتشوفيه على قناتي ان شاء الله، هيعجبك جدا. وحطيه في درج المطبخ كده. انا هنا كنت عامله فشار فحطيت عليه شويه. بصي شكله طعمه جنان، انا عم عملت كده ادى طعم جنان لاي اكل. تحفه تحفه تحفه. يلا كل سنه طيبين، واشوفكم في حلقه جديده من افتكاسات لوكا.